رسالة لكل الزملكاوية. الناس بتقول المركب غرقت، المركب غرقت، المركب اللي ليها رئيسين هتغرق، المركب اللي ليها لجان مؤقتة مع السلامة باي باي. طيب، مبدئيا ربنا يكون في عون جمهور الزمالك كله، وانا اولهم. مش جمهور الزمالك ان ربنا يكون في عونهم التحفيل او الكلام والقضيه ممكن ما هو زي ما انت زعلان من القضيه ممكن انت قعدت تقول ياما قوي ياما قوي تمام اضرب يا بدري وانت ما كانش ليك علاقه بالموضوع اصلا. فما تزعلش، ما تزعلش، انت ما دام بديت الفعل استحمل رد. اما يكون الفعل ورد الفعل دمهم خفيف وظريف غير اما توصل لتطاول وقله ادب. طيب، المركب دلوقتي بتغرق، هتغرق ليه؟ احنا شايفين مشهد، تعال نرجع فلاش باك شويه لورا من ايام ممدوح عباس. ممدوح عباس كان عليه مخالفات وكان بيجيب لنا انصاف لاعبين ما يعلم بيهم الا ربنا، عليه مشاكل وقواضي ما يعلم بيها الا ربنا. هل حد كلمه؟ هل حد حل مجلسه؟ هل حد حصل معاه اي مشكله خالص؟ انا مش دفاعا بقى عن مرتضى منصور او شخصيه المستشار مرتضى منصور، انا طول عمري وفيديوهاتي موثقه بده من زمان ان انا ضد اسلوب المستشار مرتضى منصور في طريقه الحوار واداره الازمات واداره المشاكل. لكن كاداره النادي باللي عمله من منشات ولاعبين وقوى فرقه الكره وخلى شكلك يرجع محترم تاني، انا شابوه ليه. لكن كل واحد في الدنيا له ما له وعليه ما عليه. طيب، في دلوقتي من جماهير الزمالك الناس اللي هي معاهم وعليهم دي فئة وموجودة. في فئة تانية عندي، فئة ان انا مع المستشار مرتضى منصور قلبا وقالبا، سواء بقى هيطلع مظلوم او ظالم او هيطلع فيه مخالفات او لا، المهم انا معاه وخلاص. في ناس مش معاه وعايزينه يمشي، وحتى لو النادي خرب يخرب وفي 60 داهية، بس المهم هو ما يدخلش. طيب، ما ينفعش احنا نسيب الفئة دي ونسيب الفئة دي ونسيب الفئة دي وما نسمع لهمش وما نحطهمش في الاعتبار، ويبقى اعتبارنا هو الكيان، هو النادي، هو الشعار. ما ينفعش. ما ينفعش ان احنا بالنسبه لنا، احنا من امتى اصلا ان احنا بنقوله احنا نادي كبير ونادي بطولات وكل حاجه، لكن مش معنى كده ان نهايه العالم لو انت خسرت بطوله او اتنين او تلاته. على كده بقى يعني ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر يونايتد اللي بقاله قد ايه ده مانشستر ده بقى يلغوه. تمام؟ خلاص زي اتقفل ده كده، يجيبوا ويبان ويجيبوا دورفو. هي مش كده. احنا قلنا ان في الاول الكوره استثمار، الكوره اللي معاه فلوس اكتر، الكوره اللي مشغل دماغه اكتر، حاجات كتيره قوي. انت ما عليك الا بتدعم بس. طب الدعم ده لمين؟ الدعم ده لاي حد موجود. طيب، هتيجي تقول لي اصل وزير الرياضه اصل دي تصفيه حسابات. تصفيه الحسابات ما بتبقاش مع النادي، بتبقى مع اشخاص وخلاص. الشخص اللي كان معاه تصفيه الحسابات وهو اللي عمل في نفسه كده وهو اللي عمل فينا كده كلنا، انا بقولها، هو اللي عمل في نفسه كده وهو اللي عمل فينا كده كلنا بلسانه. لسانه هو اللي وصلنا للي احنا فيه. لسانه ما هموش بقى من وزير لرئيس وزراء للاعيبه لجماهير للكابتن محمود الخطيب، هو لسانه. تمام؟ بعيدا بقى عن ان كان في تراشق من الاطراف الثانيه، ويعني مع احترامي يعني في شويه انصاف اعلاميين انا مش عارف قرفونا. مشى مرتضى منصور والنادي قال لك ما فيهوش فلوس، وهو طلع قال لك النادي ما فيهوش غير 600 جنيه اما هو استلمه سنه 2014. يا عم 600 جنيه ايه ده؟ انت لو انا يعني خليني معاك ان كان في 600 جنيه وانت بسم الله ما شاء الله جبت الفلوس دي كلها صرفتها على القصص دي كلها. مش حكايتي، حكايتك في القضاء وفي القضاء. ما تجيش تقول لي اصل انا اللي عامل فيا كده قطر ايه يعني؟ هي قطر فاضيالك؟ الحكومه والدوله كلها خلاص ما وراهاش اي حد غير مرتضى منصور. ليه؟ ليه حضرتك مين معلش عشان تبقى انت عامل ازمه لدوله يعني مين؟ ولا هو احنا عايشين في قصه كلام في كلام في كلام؟ احنا نبيع كلام، والنهارده بكلام، وامبارح لو رجعتك هيبقى بكلام تاني، وبكره لو رجعتك هيبقى بكلام تالت خالص. وده برضو للاعلاميين اللي بيضحكوا على الناس حتى في برامجهم وفي قناتهم سواء هنا او هنا. يفضل النهارده يقول كلام وبكره كلام، وتيجي تجيبه من اسبوعين كان بيقول كلام تاني خالص، وكلهم عكس بعض. جت اللجنه الثلاثيه اللي هي اصلا ما كانتش بتخش النادي اصلا في عهد مرتضى منصور، سواء كابتن ايمن يونس، كابتن عبد الحليم علي، كابتن اشرف قاسم، وثلاثه رموز كبار جدا. هيبقى فيها يعني شماعه متعلقه اللي هي بتاعت اصل الاشاعات اللي بتطلع علينا
اصل احنا ما بقناش غير 3 ايام ماسكين النادي. انا بالنسبه لي اعرف حاجه واحده بس، لو جالي تليفون بتكليف في امر ما، لو انا مش قده ما اقبلوش. لو انا مش قد التكليف ما اقبلوش. لكن اخش عشان انا ابقى اللي ماسك واقول اصل انا والله انا عملت اللي عليا ومش في ايدي، وافضل بقى شغل الفيلسوف. عشان الكلام ده انت بياع كلام، قسما بالله انت بياع كلام من زمان في كل القنوات، وانت بياع كلام. مش هقول لك اكتر من كده. شويه عبد الحليم علي يستقيل والمستشار محمد عطيه يستقيل، شويه لا ده عبد الحليم النهارده في التمرين، لا نازل التمرين، لا هاتوا امير عادل، مضوا امير عادل، تصور امير عادل مع احمد عيد عبد الملك وعبد الحليم علي. واحمد عيد عبد الملك بيقوم بدور خطير، انه بيحاول بيجري وهو ملوش اي وظيفه، بيسند بس الفرقه، بيسند بس الفرقه. عبد العاطي دونجا محمد عبد العاطي في وادي دجله جرى عليه، هو اللي راح وكلم وقال لك برده مفيش فلوس. طب هي الفلوس فين؟ تمام. امير عادل جرى عليه. لكن اللي بيحصل ده اسمه تهريج. انا اجيب لعيب ومضيه، وبعد كده المدير الفني عايزه، الاداره لا مش عايزاه. تمام. بقت ايه، عارف انت اللي هي ما تشدش انت، ده زمان ده يعني اللي هو كل واحد في وادي. انتوا جايين كده كراسي بس، كل واحد في وادي. مع احترامي طبعا للمستشار احمد البكري، اللي هو ما يعني هو كان داخل النادي مش وهو ده اول ما يدخل كده هو مش مصدق نفسه ان هو رئيس نادي الزمالك، ماشي كده عارف انت واحد ايه انا فين، انا ايه اللي بيحصل لي ده. انا مش هقول لك احنا مع عوده مرتضى منصور، ولا ان مرتضى منصور هو الاسد والحامي والكلام ده كله، لا. انا في تجنب خالص عن المشاكل والصدمات اللي كانت بتحصل واللي بتحصل بسبب الجماهير دلوقتي بسبب الادارات. لكن انا مع حاجه تانية خالص، زي ما حليت بسرعه تعمل دعوه لجمعيه عموميه للانتخابات بسرعه. الانتخابات دي تتم بقى، اللي عايز يترشح ويبقى في مجلس اداره معين منتخب. لكن اللي بيحصل ده كله اسمه تهريج في تهريج، والرصه اللي اتبنت في ثانيه هتتكب. يعني ايه لعيبه تيجي وتمشي؟ خلاص عندنا تيم كويس عايزين نحافظ عليه، تمام. طب انت واثق ان التيم ده مش محتاج حد او اتنين تدعم بيه؟ بتقول لي لسه في شهر في يناير، هنستنى ليناير ومفيش مشكله خالص. يعني هو انت عايز تقنعني ان في النهارده في ديسمبر مفيش فلوس، في يناير بعد 25 يوم هيبقى في فلوس؟ ما جت ازاي طيب؟ والنبي لو انتوا بتعرفوا تجيبوا فلوس في 25 يوم بلغوني، عشان برضه عندي شويه مشاكل كده، عايز اجمع مبلغ كمان 25 يوم. ما هي حاجه بالعقل، حاجه بالعقل. احنا مش عارفين احنا وصل لها ازاي. سكريبتات كامله بتتحط للمعدين في البرامج التلفزيونيه كلهم، كله يقول تمام. عايزين يعملوا بلبله ومشكله ويلا. ما هو مشكله الميديا او الاعلام، هو عايز فرح ويلطم فيه عشان يلم الناس حواليه ويلا بينا. زي مهيب عبد الهادي. مهيب عبد الهادي مع احترامي، واسطتك مين انت عشان تعمل برنامج؟ افهم بس. طلعت قلت ده ساسي مش عارف ايه وبن شرقي ايه والفرقه ماشيه وزيزو وغيره وغيره وغيره، تمام. غير طبعا يعني اللي انت عامل لي فيها ان انت حبيب الملايين والمحايد واللي بتفهم واللي عندك الاسرار واللي عندك الكواليس، فمنظرك بقى بايخ. القيد قفل خلاص والناس ما مشيتش، واللي انت بتعمله منظرك بقى بايخ، وبالاسم محسوب علينا زملكاوي زيك زي غيرك، زي الاسطوره حازم امام اللي مش طالع له صوت، زي ميدو اللي بيحب يمسك العصايه من النص، وطبعا ايمن يونس وعبد الحليم علي واشرف قاسم مع احترامي ليهم، وبالذات كابتن طبعا ايمن يونس. لو جاي ويقول لك انا بشكر السابقين فهو اللي في القلب في القلب، وكل زملكاوي عارف انا ممكن اجي اخلص منك القديم والجديد، وهرجع اقول كل ده السبب فيه مين؟ مرتضى منصور. عداوات حتى مع ابناء النادي. اللي انا بتمناه، مش هتكلم لاعلاميين زملكاويين لانهم اصلا كده كده مش هيسمعوني، ولا مسؤولين في الزمالك عشان هم برضه كده كده مش هيسمعوني. اللي انا بكلمه هو لجماهير مصر مش جماهير الزمالك. احنا بايدينا نحاوط، وبايدينا نرفع، وبايدينا نبقوا كويسين، وبايدينا ما نسيبش ولا اعلامي ولا نص اعلامي يخش يعمل فتنه ما بيننا. حاجات كتيره قوي، شجع فريقك وحب واعمل اللي انت عايزه، لكن اهم حاجه بلاش نوصل لمرحله ان انا اخسر صاحبي واخويا وحبيبي عشان ماتش كوره. ولنا الله يا جمهور الزمالك، ولنا الله يا جمهور مصر. السلام عليكم.